السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وصباح جديد وفيديو جديد معانا النهارده. لو بكوباية قمح واحدة بس نقدر نعمل طبعا حاجة حلوة لأولادنا ونفرحهم. هنا معايا كوباية قمح طبعا. النهارده اليوم فانا عملتها في نفس اليوم يعني، فحطيت عليها مية مغلية، غسلتها كويس وحطيت عليها مية مغلية. هنا طبعا بعد ما قعدت 4 ساعات، عقبال ما اخدت وقتها يعني شوية في النقع، وبعد كده هنحطها على النار. مش هتاخد وقت معانا خالص على النار، هتبدأ تفور معانا زي كده. هنشيل من عليها طبعا الريمة اللي موجودة ديت، هنشيلها طبعا. نخلي القمح بتاعنا او البليلة او العاشورة على حسب ما اي حد بيسميها يعني. احنا عندنا هنا بنقول عليها بليلة يعني، في حاجة يعني، هي أكلة شتوية جميلة جدا يعني، في الشتاء محبوبة جدا يعني. هنبدأ طبعا نشيل الريمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبها طبعا على نار هادية مع نفسها دي كده. بعد ما غلت معانا طبعا، هي ما خدتش وقت على النار عشان هي كانت منقوعة قبلها. معاكي لتر لبن، لتر ونص على حسب ما انت حابة. انا حطيت هنا دوت لتر، وبعد كده انا ضفت تاني عليها يعني، لقيتها محتاجة فحطيت لها، زودت لبن يعني. هنا طبعا هنبدأ نسيبها تغلي شوية برضو في اللبن كويس، بعد ما نضيف عليها كل المكونات بتاعتنا اللي هو ايه بقى، كوباية ونص سكر. معانا طبعا كيسين فانيليا، لو في قشطة لبن ماشي موجود، لكن مش موجود عندك اللبن حلو بخيره يعني، ما شاء الله عليه يعني. هنا كوباية ونص من السكر. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد مني. هنا فيديو بسيط وخفيف خالص كده، ما بحبش اطول عليكم في الفيديوهات. هنا طبعا شكل الحله يا جماعه، مطرح ما البليله بتاعتنا فارت فوقعت على البوتاجاز وبوظت شكل الحله خالص صراحه. فاللي هو انا كنت لسه ماسحه البوتاجاز ومظبطه المطبخ يعني. هنبدأ طبعا نضيف كل المكونات بتاعتنا. هي سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش وقت خالص. بعد قبل ما ندفع عليها بقى طبعا نص كوباية مية كده بمعلقتين نشا، وندوبهم ونبدأ نضيفهم عليها. بتدي قوام حلو قوي للبليلة بتاعتنا، وبتخليها يعني ولا تقيلة ولا خفيفة، بتديها قوام جميل جدا زي بتاعة المحلات بالظبط. حاجة كده تستاهل بقكم. هنا بعد ما ضفنا كل المكونات بتاعتنا هتفور فورة واحدة ونطفي عليها. ده شكل البليلة بتاعتنا بعد ما استوت وغلت في اللبن، حاجة كده ما شاء الله يعني. هنبدأ نغرف لولادنا، وهوريكم دلوقتي قدامكم. انا غرفت طبق واحد بس قدامكم عشان ولادي ما كانوش موجودين دلوقتي في الوقت نفسه يعني، بس انا غرفت كده، حبيت اوريكم طبق. هي جميلة وقوامها جميل جدا، وحاجة كده ما شاء الله يعني، أكلة شتوية حلوة جدا يعني، وزي بتاعة المحلات بالظبط. مكسرات، فول سوداني عندك، مكسرات، اي مكسرات عندك، جوز الهندي ماشي، زبيب ماشي، الموجود عندك بتستعمليه عادي يعني، الدنيا ما بتقفش يعني. ده شكل البلة بتاعتنا طبعا.